اللهم صل وسلم على محمد. جاني واحد في الخاص ويقول اني انا اطبل وادعم الزعيم على حساب نادي النصر، وان نادي الزعيم نادي يحارب الأندية الأخرى لكسب البطولات، وعنده أدلة على ذلك. يا حبيبي، أنا لا أدعم ولا أندعم، أنا أقول الواقع اللي أشوفه. عندك أدلة وإثباتات على بطولات الزعيم وكيف خذاها، استمتع فيها، ما يهمني. أنا مشجع عادي وأقول شيء واقعي في أرضية الملعب. خارج الملعب أقول أي شيء عادي، مسموح، لأنها مسرحية خارج الملعب. داخل الميدان تحقق الانتصار لك اللي يرفع الرأس ونشيد بذلك، لكن ما تحقق شيء رغم الدعم المالي والجماهيري وما أدري وش. أنا بعرف شيء واحد بس، اللاعب إذا طلع من النصر يقدم مستوى مع منتخب بلاده أو مع النادي اللي ينتقل أو إعارة أو ما أدري وين يروح فترة، ما عاد يرجع، يقدم مستويات غير طبيعية خيالية. وش الوضع؟ وش السبب؟ اللاعب عندك يضيع، يروح نادي ثاني أو ودية يبدأ. السبب إيه؟ الله العليم. فلذلك لا تقول في مؤامرة وفي لوبي أزرق، لا لا، قدم شيء داخل الملعب وفكنا من التحكيم، لأن الأخطاء التحكيمية شيء أساسي في اللعبة، صارت كذا واضحة. فخلاص يعني فكنا من شماعة التحكيم. مستوى الفريق رايح فيها بسبب مدرب، لياقة، معسكر، فكر، إدارة، ما أدري. ما عندك أي استقرار، لا في تشكيلة. فوفانا، خالد الغنام، ما عندك، لا عندك حتى مهاجم، ما عندك غير الدون ومحمد مران. كيف بتحقق أي بطولة؟ كيف بتحقق البطولات إذا كان عندك مهاجم واحد بس؟ ما أدري هو مهاجم والله، هو الكل في الكل. يرجع ظهير أيمن يذيب عادي، تشكيل على حساب المزاج حق الدون، اللي بيها يلعبون فيها. هو أساسي والباقي حسب الخطة واضحة، ما في منافس لها. ومهاجم في نادي عنده يعني دعم مادي خيالي، ما يقدر يجيب أي مهاجم صريح للنادي عشان الدون يحقق كل الأهداف. كل الفريق 1-2 مع الدون إجباري تردها على طول. عشان كذا ما راح تشوف فريق جماعي، لأن الفريق أو اللاعبين متكلبشين، عارفين إن معهم واحد هو الأهم ولازم يحقق ويكسر. أسطورة. هذا اللي صاير في النصر، ما حد ما أخذ راحته، كل الفرحة للدون، واللاعبين معه والجمهور معه والإعلام معه. أهم شيء الدون، المشروع اللي راح يقلبها علينا. نووه العيال وحطوه في البال بعد حركة الشال، راح يشيلها شيلة وتسمعونها. يا ويله، أنا مستمتع وبشوف إيش اللي بيصير في أرضية الميدان لما يلتقي الزعيم مع العالمي بعد اللي صار والأحداث خارج الملعب. ما هي متعودة دايما، فلذلك لا تقول لي أنتقد، مجرد مشجع عادي أقول شيء واقعي، لا أدعم ولا أندعم. وبالتوفيق لك.